اليوم أرخص لك. يقول أحد الأشخاص: طلبت من مطعم قريب من الحي الذي أسكن فيه نصف كيلو كباب عبر خدمة توصيل الطلبات للمنزل. فلما وصل السائق أخذت الكباب منه وشكرته وأردت ممازحته قليلا، فأدرت ظهري ممسكا بباب المنزل لأغلقه، فقال لي: نسيت أن تدفع لي الحساب يا أخي. فرددت عليه ممازحا: الحساب يوم الحساب. فأجابني جوابا صدمني، حيث قال لي: صدقني، اليوم أرخص لك. يقول هذا الشخص: والله بقيت أياما تنهمر دموعي ويخفق قلبي كلما تذكرت كلماته. تصفية حساباتكم اليوم أرخص بكثير من تصفيتها يوم القيامة أمام ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. دقق في حساباتك مع من أسأت له، ومن ظلمته، ومن آذيته، ومن أهنته، ومن كسرت قلبه، ومن أخذت ماله ظلما وعدوانا، ومن أفقرته نفاقا وغيرة وحقدا، ومن تبليت عليه ولفقت له قضية، ومن كنت سببا في خسارة سعادته وشعوره بالأمان بسبب ثقته فيك وخذلانك له، ومن أخذت منه دينا ولم تعده له. فكل الذنوب تغفر عند رب العباد إلا الدين، فهذا حق العبد وليس حق رب العباد. كل دائن يدان، وإياك ودعوة المظلوم، فالظالم خزي في الدنيا وعذاب في الآخرة. صدقني، اليوم أرخص لك. سلام عليكم.